الكلمة 30 في ختام الشهر ووداع رمضان. الحمد لله الذي قضى بالفناء على أهل هذه الدار وتوحد بالبقاء فلا يعتري ملكه زوال ولا إدبار، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فكنا بالأمس القريب نستقبل هذا الشهر المبارك، وها نحن نودعه، فما أسرع مرور الليالي والأيام، وهكذا يمر العمر ويتصرم. والسعيد من اغتنم وقته فيما ينفعه في الدار الآخرة وفيما يقربه إلى ربه عز وجل، فإن الحياة الحقيقية إنما هي الحياة في الدار الآخرة. يقول الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ويقول تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الشهر قد قارب رحيله وهو شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال، فمن أودعه عملا صالحا فليحمد الله وليبشر بحسن الثواب، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن أودعه عملا سيئا فليتوب إلى ربه توبة نصوحا، فإن الله يتوب على من تاب. وعلى المسلم أن يستمر على ما كان يعمله من أعمال صالحة في شهر رمضان، فإن بعض الناس يجتهد في العبادة في شهر رمضان، فإذا انقضى شهر رمضان ترك هذا الاجتهاد ورجع إلى ما كان عليه من التقصير قبل رمضان. سئل بعض السلف عن قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، قال: بئس القوم قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ورب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور، فلئن انقضى شهر رمضان فإن عمل المؤمن لا ينقضي قبل الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلئن انقضى صيام رمضان فصيام النافلة مفتوح طوال السنة ما عدا يومي العيد وأيام التشريق، ومن ذلك صيام 6 من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر. ومن ذلك صيام يوم الاثنين، فقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم: يكفر السنة الماضية. وسئل: أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. ولئن انقضى قيام رمضان فقيام الليالي مشروع في جميع ليالي السنة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والرواتب التابعة للفرائض 12 ركعة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. فعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. وهكذا بالنسبة لبقية الأعمال الصالحة التي اعتادها المسلم في رمضان، على المسلم أن يستمر عليها بعد رمضان، وعلى المسلم بختام هذا الشهر أن يسأل الله تعالى القبول، فإن الصالحين من سلف هذه الأمة يعملون الأعمال الصالحة العظيمة ويخشون ألا يتقبل منهم. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في آخر ليلة من شهر رمضان: يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. وينبغي للصائم مع ختام الشهر أن يكثر من التوبة والاستغفار، فبهما تختم الأعمال الصالحة. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى الأمصار يأمرهم بختم شهر رمضان بالاستغفار وصدقة الفطر. ويبدأ وقت التكبير المطلق من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، وهو آكد من التكبير ليلة عيد الأضحى وعشر ذي الحجة، لأن الله تعالى ذكره في كتابه الكريم فقال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن الأوقات المناسبة لإظهار هذه الشعيرة ما بين الأذان والإقامة. وعلى المسلم أن يحرص على صلاة العيد، وهي فرض كفاية، وأن يأخذ زينته فيها ويلبس أحسن ملابسه،
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على التجمل ولبس أحسن ملابسه يوم العيدين. والسنة أن يأكل تمرات وترا قبل ذهابه لمصلى العيد، وأن يذهب لمصلى العيد من طريق ويعود لبيته من طريق آخر، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وامنن علينا بفضلك وامتنانك، وأعده علينا أعواما عديدة ونحن على طاعتك، واجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفرت ذنبه، واجعلنا من عتقائك من النار. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.